اكيد التخلص من كل الضغوطات والبدايه اليوم بتحقيق انتصار ومواصله المشوار بكاس العالم. منتخب الحكم كيعلن الخطا، الحكم كيعلن الخطا اللي فيدرو كيماريس كتلعب الكره مباشره لفائده المنتخب الوطني المغربي. الكره في الركنيه كيحاول الدخول داخل منطقه الجزاء الثانيه. ترجع الكره من طرف اللاعب مرسي فازكري اللي الياس العرباوي. تمريره ممتازه من جانبنا وتسديده ديال اللاعب ناهي الحداني. رفعت الكره وهذه واليد، لاحظوا اليد اليمنى منعت الكره من الذهب. هذا الحق ديال الحارس قبل تنفيذ ضربه جزاء. باتيس البير يلعب كاريتزوا بالعروش، كاريتزوا بالعروش الوطني المغربي في الدور الثمانية النهائي لنهائي. وها نحن وصلنا لنهاية هذا الملخص اللي كان مميز بكل المقاييس، ولكن الأهم هو الفرحة الكبيرة اللي عايشينها اليوم كمغاربة. ألف مبروك للمنتخب المغربي الأقل من 17 سنة. صراحة إنجاز كبير ومشرف، وكيأكد أن كرة القدم المغربية غادية في الاتجاه الصحيح، وأن الأجيال الصاعدة عندها ما تقدم وبقوة. أشبال الأطلس داروا المستحيل، بدأوا البطولة بصعوبة كبيرة بعد خسارتين أمام اليابان والبرتغال، وهنا بزاف ديال الناس قالوا أن المهمة غادي تكون شبه مستحيلة، ولكن ولادنا ما خلاوش الهضرة تأثر عليهم، بالعكس شدوا الطريق، ركزوا ورجعوا بقلب كبير وعزيمة ما كتخافش. الفوز على كاليدونيا الجديدة كان هو الشرارة الأولى اللي رجعت الروح في المجموعة، ولكن الفوز اليوم على المنتخب الأمريكي، هذا الفوز كان بمثابة الإعلان الرسمي بأن المغرب رجع للمنافسة وبقوة. أداء هجومي، تركيز دفاعي، جماعية في كل لقطة، وقتالية حتى لآخر دقيقة. ولادنا لعبوا وكأنهم كيدافعوا على تاريخ كامل، ماشي غير على مباراة. المنتخب المغربي اليوم فرض الشخصية ديالو وسيطر على مجريات اللقاء، وقدم أفضل نسخة ممكنة، وكيوصل رسالة للعالم بأن المستقبل ديال الكرة المغربية مشرق، وأن هذا الجيل قادر يكتب تاريخ جديد يتلقى الدعم، الثقة والاستمرار. التأهل للدور المقبل ماشي مجرد إنجاز، بل هو تتويج لمجهودات كبيرة وإشارة واضحة بأن هذا المنتخب قادر يخلق المفاجآت ويمشي بعيد في هذا المونديال. الجماهير المغربية اليوم فرحانة ومفتخرة وحاسة بأن هذا الجيل عنده ما يكمل ويشرف الراية الحمراء في الاستحقاقات الجاية. رسالة أخيرة لأشبال الأطلس، شرفتونا، فرحتونا، ورفعتوا راس المغرب عالي، وكنقولوا لكم من القلب بارك الله عليكم. واصلوا، استمروا، وخليوا الثقة في دواخلكم، لأن المشوار باقي طويل والمفاجآت الجميلة باقي غادي تجي. وشكرا لكم أنتم المتابعين الأوفياء، ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتشاركوا الفيديو باش توصل الفرحة لكل مغربي في العالم. موعدنا في فيديو جديد، وبإذن الله مع انتصارات أخرى. ديما مغرب، ديما رافعين الراية.